أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تضع خطة استراتيجية خمسية. إنشاء مشروع للطاقة الشمسية في سد مسلام. دورة حول مكافحة الآفات في ضاحية تعزكة. مصرع 9 أشخاص جراء انفجار صهريج وقود في نيجيريا. القمة الأوروبية تتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات ماراثونية. و5 قتلى في هجوم مسلح على مقر صحيفة أمريكية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظمت دورة تأهيلية بالتنسيق بين إدارة إقليم شمال البحر الأحمر ومركز إنبات كلا الوطني لكفاءة القدرات في الفترة من 24 وحتى 29 من يونيو الجاري لمسؤولي الأقسام وفروع الوزارات، مانحة الثروات المتوفرة في الحسبان، فيما وضعت خطة استراتيجية خمسية تمتد ما بين العام 2019 وحتى العام 2023. وأشير في المناسبة إلى أن الدورة تساعد المؤسسات للعمل الفعال والنشط واضعين الخطط الاستراتيجية من أجل تقديم خدمات ناجحة. وأوضح المدير المؤقت لمركز كفاءة القدرات الوطنية الدكتور آبيل هبتماريان أن العمل الجاري عبر وضع الخطط يعد عملا فعالا وناجحا، مشيرا إلى أن الخطة تساعد الدارسين مستفيدين من تراكم تجاربهم ومعارفهم لإدارة الثروات المتوفرة كما يجب وكذلك تسخيرها في العمل. وأشاد حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسو الاهتمام والإخلاص الذي أبداه الدارسين والمدرسين لإنجاح البرنامج، وذكر في الوقت ذاته بأنه يتوقع من الجهات المنفذة للعمل بوتيرة لإنجاح الخطط الموضوعة، واضعة خطة واضحة لتسيير برامجها وتنظيم تلك البرامج حسب الأولويات، مؤكدا استمرارية المهام الجارية بالتعاون مع مركز كفاءة القدرات الوطني بشكل أعلى لتطوير قدرات الموارد البشرية في الإقليم. بدورهم قال الدارسون إن الدورة التي تلقوها تساعد في التعرف على ثرواتهم والتحديات التي تواجههم وكذلك الأهداف المنشودة، مؤكدين نقل المعارف التي تلقوها إلى أعضائهم. في إطار الجهود الجارية لتقديم دعم الطاقة لمشاريع متطلبات المياه والزراعة وغيرها من البرامج التنموية الجارية، أنشئت في سد مسلام بمديرية دباروة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع مؤسسة إيريتك الرائد أخليل هبتماريان بأن هذا المشروع هو مواصلة للمشروع المماثل الذي أنشئ في العام الماضي في سد لوغو بعد هلو، وهو جزء من البرنامج الذي ظلت تنفذه الحكومة لتوسيع وتطوير الاستفادة من الطاقة الشمسية عبر مراحل. وذكر الرائد أخليل بأن الشباب العاملين في هذا المشروع الذين جاءت أعدادهم تتكاثر وتنمو من فترة لأخرى اكتسبوا تجارب ثرة وقدرات عالية من المشروع، مشيرا إلى توفير القدرات الكافية لاكتمال الأعمال الجارية من أجل إنشاء محطتي الطاقة الشمسية في سدي مسلام واللوغو بقدرة 2 كيلووات في وقت وجيز. وعبر الشباب المشاركون في المهام عن ثقتهم التامة لتنفيذ أعمال فعالة من خلال التجارب والقدرات المكتسبة من المشروعين. يذكر بأن الطاقة البديلة تتطور وتكبر من حين لآخر لما تملكه من إيجابيات وأهميات عالية. خرجت مدرسة حلايا الفنية الكائنة في العاصمة أسمرة في 29 من يونيو الجاري 52 طالبا تلقوا الدراسة امتدت لعامين في الحدادة وصيانة الكمبيوتر ونشر الشبكات. وذكر مدير المدرسة الأستاذ راغوي إل تخلي الطلاب لتطوير المعارف التي اكتسبوها عبر العمل والبحوث. من جانبه قال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني السيد تسفايسيون إن الخريجين هم نتاج الجهود الجارية لتطوير الموارد البشرية المتسلحة بالمعرفة المهنية والعلمية، موضحا بأنه يتوقع منهم تعزيز قدراتهم المهنية ولعب دورهم البناء للمساهمة بفعالية لإنجاح البرامج الوطنية. بدوره تعهد ممثل الخريجين للعمل المضاعف من أجل تنفيذ المسؤولية التي حملها إياهم الشعب والحكومة وترجمة التعليم المهني والأكاديمي الذي اكتسبوه على أرض الواقع. هذا وتخرج مدرسة حلايا الفنية هذا العام للمرة السادسة.
نظمت دورة تأهيلية ل 28 من مزارعي ضاحية سعد زقا بمديرية بريخ تركزت حول مكافحة الآفات بصورة منسقة قبل وبعد الزراعة. وفي مراسم الاختتام التي جرت في 28 من يونيو الجاري، قالت مسؤولة وحدة مكافحة الآفات في قسم الزراعة والأراضي فرع الإقليم الأوسط السيدة هيمانوت إمبايي إن الدورة التي قدمت نظريا وتطبيقيا يومين في الأسبوع ممتدة لحوالي 7 أشهر عرفت المزارعين وخاصة منتجي الطماطم على سبل مكافحة الآفات التي يمكن أن تنتشر في مزارعهم. وأوصى المزارعون استمرارية مثل هذه الدورة التي اكتسبوا منها فوائد كثيرة وما تلعبه من دور كبير في تطوير الإنتاجية، متعهدين للعمل الفعال ونقل المعلومات إلى الآخرين. من جانبه قال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد هيلا ميكائيل إيوب أن وزارة الزراعة تعمل بجدية وفعالية موجهة معظم قدراتها إلى المناطق النائية لمضاعفة الإنتاج والإنتاجية، موضحا أهمية الدورة في تعزيز إسهامات المزارعين في الجهود الجارية برفع مستوى معارفهم. تبرع المواطنون المقيمون في الداخل والخارج بأكثر من 37 ألف نقفة لأسر الشهداء، وقد تم توزيعها على الأسر المعنية. ووفق المعلومات التي أدلى بها مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية سيد يوهانس أبرها أن 32550 نقفة المرسلة من المواطنين المقيمين في الخارج وزعت على 13 أسرة الشهيد، فيما تم توزيع 4500 نقفة الذي تبرع به المواطنون في المديرية بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء على أسر الشهداء المحتاجة. في غضون ذلك أوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن سكان المناطق يقدمون دعما ومساعدات لأسر الشهداء في المجال الزراعي وغيره من الأنشطة العضلية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت السلطات النيجيرية مقتل 9 أشخاص على الأقل واحتراق عشرات السيارات إثر انفجار شاحنة صهريج فوق جسر مزدحم بمدينة لاغوس. وذكرت وكالة الحالات الطارئة في نيجيريا أن ألسنة اللهب طالت 54 سيارة على الأقل، مشيرة إلى أن أجهزة الطوارئ قامت بإزالة السيارات المتفحمة من الطريق بعد السيطرة على الحريق. توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات فوضوية استمرت نحو 10 ساعات في بروكسل. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والذي ترأس المحادثات: اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي 28 على نتائج القمة ومنها قضية الهجرة دون ذكر أي تفاصيل. وبحسب تقارير إخبارية فإن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا يدسون مقترحا بشأن إنشاء مراكز مغلقة للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي ومراكز لمعالجة طلبات اللجوء في إطار سعيهم لتحقيق انفراجة بشأن الهجرة. إلى جانب ذلك، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن زعماء دول الاتحاد اتفقوا على تمديد عقوباتهم الاقتصادية على روسيا لقيامها بضم القرم من أوكرانيا ولدعمها المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية في شرق أوكرانيا. ومن المقرر تأكيد القرار رسميا في الأيام القادمة، وسيطيل القرار أمد العقوبات على التعامل تجاريا مع قطاعات البنوك والأموال والطاقة الروسية لمدة 6 أشهر حتى نهاية يناير كانون الثاني. قال مسؤولون أمريكيون إن 5 أشخاص قد قتلوا وجرح آخرون في إطلاق نار داخل مقر صحيفة أمريكية بمدينة أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن. وأكدت الشرطة أن الهجوم وقع على مقر صحيفة كابيتال جازيت وأنها ألقت القبض على مشتبه به مع وجود كثير من الضحايا في موقع الحادث. وذكر تقرير أمريكي أن مسلحا أطلق النار على عدة موظفين داخل مقر الصحيفة من خلال باب زجاجي. وتم القبض على رجل في نهاية الثلاثينات من عمره يعيش في ولاية ماريلاند ويجري استجوابه.
وبحسب ما ورد فقد رفض التعاون مع ضباط الشرطة، وقال إن مصدرا بالشرطة إنه جرح أطراف أصابعه لتجنب الكشف عن هويته. وأضاف المصدر بأنه عثر معه على قنابل يدوية وقنابل دخان مزيفة كانت في حقيبة الظهر. وأضاف أنه تم إخلاء 170 شخصا من المبنى الذي يضم شركات أخرى. اضطر الرماد البركاني بجزيرة بالي الإندونيسية السلطات إلى إغلاق المطار الدولي وإلغاء مئات الرحلات الجوية، في حين فر سكان القرى الواقعة تحت بركان جبل أجونغ من بيوتهم. وأطلق البركان الذي بدأ في الثوران يوم الخميس عمودا من الرماد بارتفاع 2500 متر ولهيبا أحمرا أضاء المكان في ساعات الليل. وسيظل مطار بالي ثاني أكثر مطارات إندونيسيا ازدحاما بالمسافرين مغلقا. وقالت سلطات المطار إنه تقرر إلغاء 85 رحلة دولية و191 رحلة داخلية، مما أثر على نحو 16,000 مسافر. وأثار بركان جبل أجونغ في شمال شرق بالي بدرجات متفاوتة منذ أواخر العام الماضي. وفي ديسمبر أغلقت السلطات المطار لفترة وأجلت آلاف السكان القريبين من البركان. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.